في مايند سيت كده، طريقه تفكير انا ما بفهمهاش، متخلفه قوي لدرجه ان هي اصلا مش داخله استيعابي. المايند سيت دي هي ان الحياه صعبه. الحياه صعبه بس حاول. الحياه صعبه. الحياه صعبه. يا اسطى الحياه مش صعبه قوي كده. يعني بامانه ماشي اوكي، انا شحط عندي 13 سنه، مش عندي 16 سنه. مش حاجه يعني، نسيت سني ولا ايه؟ مش حاجه يعني. بس الحياه بجد من اللي انا شفته لغايه دلوقتي الحياه مش صعبه، هي الناس اللي بتصعبها. يعني الناس اللي حاطه نفسهم في بوزيشنز ان الحياه بيخلوها شكلها صعبه. هي مش صعبه. يعني انت بتعمل ايه؟ ربنا قايل. انا في حديث قدسي تقريبا. انا اللي بيعبدوني يعني انا اللي بيعبدوني فاكريني ايه؟ بمعنى اللي هو لو انت بتبص وشايف ان الحياه صعبه، ربنا هيخليها لك صعبه. لو انت شايف ان الحياه سهله، ربنا هيخليها لك سهله. لو انت شايف ان الحياه ممتعه، ربنا يخليها لك ممتعه. لو شايف ان هي كئيبه، ربنا يخليها لك كئيبه. فاهم الفكره؟ يعني انت لو عملت ادوبت وخدت المايند سيت بتاعت الحياه صعبه، ربنا هيخليها لك صعبه عشان انت اللي مقتنع بكده. يا ابني تلات ارباع الزعل والحزن والمشاعر اللي بتطلع في حياتك، المشاعر اللي بتزعلك اللي بتطلع في حياتك، بتيجي من دماغك انت اصلا، ما بتبقاش من الحاجات اللي حواليك، بتبقى من استيعابك للحاجات اللي حواليك. دماغك اللي بيلعب عليك. دماغك اللي بيخليك تفتكر ان كل حاجه صعبه وكل حاجه وحشه. مش اللي بيحصل في الحياه بجد. الحياه مش اللي وحش، طريقه تفكيرك واللي دماغك اداهولك هو اللي بيصعب كل حاجه عليك. انا هقول لك حاجه. تخيل ان انت كنت رايح الشغل وراكب العربيه، ماشي، او رايح تعمل اي حاجه، رايح مع اصحابك وراكب عربيه، والشارع وقف عشان الراجل اللي قدامك ده مش عايز يتحرك، راجل تنح انت مش طايقه بقى. زي تيت تيت ما بيردش عليك، هو في حته تانية. فانت تروح بقى زعلان، وطريقه تفكيرك مين الراجل النتن ده اللي مش عايز يتحرك؟ ده حد كلب قوي الصراحه. تلاقيه بقى طلع من العربيه وابنه في ايده، وطلع جري 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 جري. هتقول ده ساب العربيه بتاعته كمان؟ ده راجل متخلف ولا ايه، ولا معرفش مين. طريقه تفكيرك صح، ده راجل متخلف، ده راجل معفن، ده راجل. لو انا كنت قلت لك ان ابنه دلوقتي كان عنده مشكله وكان محتاج يروح للمستشفى كده، والراجل ما لحقش يركب، على طول اول ما شاف ان الاشاره حمراء طلع من العربيه، خد ابنه على طول وجري على المستشفى اللي هنا على طول. انت ممكن تكون بان انت ما تعديهوش، بان انت ما تغضبوش ان هو يتحرك، انقذت حياه ابنه. كده انت متضايق ولا كده انت مبسوط؟ سبته يعمل حاجه. انت مش متضايق عشان هو حاول ينقذ حياه ابنه. لو انت كنت محطوط في نفس الموضوع، في نفس الموضوع بالظبط، انت كنت تعمل نفس اللي هو عمله بالظبط. لو ابنك كان بيموت وانت كنت تقدر تنقذه، بس توقف الشارع كله، كنت توقف الشارع كله، كنت توقف على العالم كله عشان تنقذه. انت ما كنتش تزعل من الراجل ده. بس انت استيعابك للموضوع هو اللي زعلك، مش الموضوع نفسه. انا اديتك نفس الموضوع في حالتين. موضوع دماغك استوعبه بطريقه حاجه معفنه كده مش عايزه تمشي، ماشي، حاجه تقرفك، حاجه نتنه. والموضوع التاني كانت لا، حاجه مستاهله، حاجه الراجل بجد كان محتاج يعملها، وانت كنت تعمل نفس اللي هو يعمله لو انت كنت في مكانه. استيعابك للموضوع اللي قدامك هو اللي هيغير حياتك كلها. اللي بيضايقك في حياتك مش الموضوع نفسه، اللي بيضايقك استيعابك ليه، مهما كان هو ايه. لو بتلاحظ انت لما تكون مبسوط ورايح الجيم بتشيل اتقل، لما تكون زعلان ورايح الجيم وكئيب بتشيل اقل وبتكسل اسرع وبتمشي اسرع. عشان انت كئيب، عشان انت داخل الجيم بمايند سيت كآبة اصلا. الخروج اللي بتبقى حلوه بتبقى خروجه حلوه لو انت بتضحك طول الوقت. الخروجه اللي بتبقى وحشه لو خروجه وحشه عشان حد قال لك حاجه او حاجه حصلت خلتك تقفل. ما تقفلش عمرك يعني. حاجه انا لسه قاريها في كتاب اسمه ذا انتظرت سول، حاجه بجد بتفتح دماغك. انت في طاقه ماشيه جواك في كل جسمك، بتعدي من كل حته في جسمك. الطاقه دي لما انت بتحس، لما الطاقه دي بتتقفل خالص بتبقى انت ديبريست، لما الطاقه بتتفتح بتبقى انت شخص مبسوط في حياتك. المشكله في ايه؟ ان في حاجات كتيره جدا بتقفل الطاقه دي، والحاجات دي كلها بتيجي من استيعابك انت لاي حاجه. لو انت خليت الطاقه دي تقفل، انت كده شلت متعتك من الحياه، شلت الفرحه بتاعتك، عمرك ما تخليها تقفل. في حاجات معينه بتقفلك من الشخص اللي قدامك او بتقفلك من الموضوع اللي قدامك. انت ممكن تختار انت عايز تتقفل ولا لا. بمعنى، انت مثلا بتكلم واحد صاحبك على اي حاجه،
او بتكلم، اه انت بتكلم واحد ما تعرفوش لسه جديد يعني، بتكلمه، بتتعرف عليه وما اعرفش مين، فانت شايف ان الشخص راجل كويس محترم ما اعرفش مين وبيعرف يتكلم كلامه حلو، ويكلمك وبتتكلموا مع بعض وبتضحكوا وبتنبسطوا. راح هو في مره قال حاجه ما عجبتكش خالص، قال طريقه تفكير او حاجه كده، انت اللي هو ايه الراجل المتخلف ده، ولا هو بيقول ايه، ولا هو بيستعبط ولا كده، على طول انت قفلت الليفل بتاعك. على طول انت حرفيا قفلت الطاقه بتاعتك، بتحس ان انت خلاص مش عايز تضحك، مش عايز تتبسط مع الراجل ده. الراجل ده كان غريب وانا كنت المفروض ما اتبسطش معاه من الاول، هو بيعمل ايه؟ لكن انت غير استيعابك شويه، غير طريقه تفكيرك، ما تقفلش قلبك على طول عشان الراجل قال حاجه ما عجبتكش. استنى، قال لك حاجه ما عجبتكش، اه طب انت شايف كده ليه، كذا كذا كذا، ممكن انت اصلا تقتنع، ممكن او ممكن تسمعه وانت ما تقتنعش، بس مش لازم تقفل نفسك عليها. مهما كان ايه اللي حصل في حياتك، انت احسن حاجه تعملها ان انت تشوفها وتبص عليها وتتعامل بيها، واللي هو عارف اللي هو تكسبها وتتخطى عليها وانت مبسوط. لو انت تخطيت عليها وانت زعلان وطلعت منها زعلان في الاخر، انت كده ما كسبتش، هي اللي كسبت عليك. انت كده ما عملتش حاجه، انت كده سبت الحاجه التانيه تقفل عليك وتكسبك، عشان انت قررت تطلع منها زعلان. ليه؟ تخيل ان هدف حياتك، عشان الصراحه في حاجات كتيره حواليك ممكن تحصل، ممكن تضايقك، ممكن تبقى ضدك، مش كل حاجه في العالم معاك، فطبيعي ان حاجه ممكن تبقى ضدك. هل هتخلي بقى كل حاجه ضدك تقفلك؟ تخلي كل حاجه ضدك تقفل قلبك ضد كل حاجه وخلاص؟ لا طبعا. الحاجه اللي ممكن تبقى ضدك انت تلاحظ، اه ماشي الحاجه دي ضدي وانا هتعامل معاها ومش هخليها تزعلني. لما انت تكون ماشي، يعني الناس بتتضايق على اهي في حاجات، انا بلاحظ كده. مثلا تخيل لو واحد لعيب جولف، ماشي، وشايف ان هو المفروض يدخل الكوره في الخرم اللي هناك ده، وفي شويه بقى حاجات طلعت ونازله ما اعرفش مين، ممكن تخلي الكوره تضيع. هل هو يفضل باصص عليهم ويزعل ويتضايق ويقفل قلبه عشان في حاجات ممكن تخليه ما يحققش الهدف بتاعه؟ ما يفكر فيها ثانيه. ولا ده غباء؟ ولا هو مثلا شايف الحاجات دي وبيحاول يستوعب، اه ماشي الحاجات دي المفروض موجوده هناك، يبقى انا مش هشوط الكوره هناك، انا هشوط الكوره في المكان الصح، وبيفضل مبسوط وبيلعب بطريقه صح وبيفكر صح؟ ولا بيزعل نفسه عشان في حاجات ممكن تخسره؟ لا طبعا. هو اول ما يدي فكره لنفسه ان هو يزعل نفسه عشان في حاجات ممكن تزعله، هيزعل بجد وهيخسر ومش هيكسب ماتش، عشان هو مقتنع ان في حاجات ممكن تخسره وعمال يركز على الحاجات الوحشه. لو انت تبقى ماشي في عربيه والبنزين بتاعها تلاحظ ان البنزين محتاج يتزود او محتاج تزود بنزين، هل بتتقفل يعني وبتتضايق ان محتاج تزود بنزين؟ بتتضايق يعني وبتقرف نفسك؟ لا. لا يا صاحبي، تبقى عادي، اه انا محتاج ازود بنزين، انا رايح بنزين. يبقى ليه بتتضايق من اهيف الحاجات اللي في حياتك؟ ليه بتخلي حياة صغيرة، اي حاجة تحصل لك تضايقك وتبوظ لك يومك وتخلي بقية يومك وحش، مهما كان هي ايه؟ حرفيا مهما كان هي ايه. انت تعبت مثلا في مذاكرتك ودخلت الامتحان وحسيت ان انت ما عملتش قد كده، بس انت تعبت وعملت اكتر من، يعني على قد قدراتك في مذاكرتك، فداخل الامتحان زعلان ليه؟ انت عملت على قد قدراتك، مهما كان انت كنت عملت ايه الامتحان ده كان هيضايقك. ما تقدرش ترجع في الوقت، حتى لو قلت انا نفسي كنت ارجع في الوقت واكون ذاكرت اكتر، كنت ممكن بقى في ساعتها الامتحان ما كانش هيطلع صعب قوي كده. انت رجعت في الوقت وغيرت حاجه حصلت في الاول، ممكن اللي في الاخر يتغير. تكون انت ذاكرت جامد جدا والامتحان في الاخر ما طلعش صعب خالص، وانت تقول لنفسك يا عم هو انا ذاكرت جامد قوي كده ليه؟ برضه تتضايق، تستهيف انا بقالي بذاكر يومين ثلاثه ورا بعض والامتحان طلع مش محتاج نص يوم مذاكره، يبقى انا ضيعت 3 ايام وتتضايق. هتكون بتدور على اي حاجه وخلاص تضايقك. الموضوع ما اتغيرش، تفكيرك اللي اتغير. حاول تخلي اي حاجه تحصل لك تعرف تبص على الفكره الحلوه بتاعتها. دايما دايما حاول تخلي قلبك مفتوح لاي حاجه بتجيلك، مهما كان هي ايه، مهما كان الليفل بتاعها قد ايه. يا عم لو انت كنت عايز تخرج مع 4 من اصحابك، واحد زياده قال عايز يجي، هتتضايق؟ لا، هتقول له يلا يا عم تعالى. لو عايز تخرج من 4 من اصحابك، زي ما بقول لك، واحد منهم ما جاش، هتتضايق؟ انا بالنسبه لي لما بكون عايز اخرج مع 4 من اصحابي، بكون عامل حساب مثلا ان انا عايز العب ماتش بادل ولا حاجه، واحد منهم ما يجيش، خلاص يبقى بقول لنفسي خلاص خلاص قشطه، بس 3 في الخروجه برضه هتبقى حلوه جدا. 3 تبقى يعني، انا بالنسبه لي 3 في الخروجه ده بالظبط حلو جدا. ال4 بتبقى حلوه عشان بادل، الخروجه نفسها تبقى احلى وبص على حته حلوه، بنبسط. لو قلت 2 مش هيعرفوا يجي، ويبقى انا واحد صاحبي بس انا واحد صاحبي دي بتبقى فيها مكالمات انا وهو مع بعض، بتبقى مكالمات كده
بنوصل لحاجات في الحياة كده دقيقة قوي، بتخلينا نعرف نفكر وبتخلينا ادفانس في كل حاجة. فبطلع برضو مبسوط منها، بطلع برضو مستفيد، فببص على حاجة حلوة. الفكرة من الموضوع ده، ممكن انت بتبقاش بتعمل زيي، بس الفكرة من الموضوع ده كله، الحاجة اللي انت ممكن تستفاد وتستخدمها انت في حياتك، حاول تدور على حاجة تبسطك في كل حاجة حواليك. الحياة كلها مش هتتظبط عشانك انت، مش تقدر تظبط لطريق لأي حاجة اللي انت عايز تعمله، بس انت ممكن تعمل طريق لنفسك. ممكن انت تعمل طريق من الأول خالص ليك انت، تمشي في طريق جديد عن كل حد. كل حد دلوقتي والعالم اللي حواليك كله بيبص على الحياة بطريقة نيجاتيف، بيفضل يبص على الحاجات اللي ممكن تحصل واللي ممكن يزعله واللي ممكن ما يبسطوش. بس ما فيش اي حد بيبص على حاجة حلوة، مفيش حد بيبص على حاجة قدامه. او في يعني بس قليلين جدا اللي يبقوا زيك يعني عايزين ينبسطوا بالحياة بجد. تخيل ان حد مسك وردة وبص عليها وقال شوكتني الوردة المعفنة دي. الوردة يعني هو واخد وردة، حاجة المفروض تبقى سيمبل ولا يعني حاجة المفروض تبقى جميلة، حاجة المفروض تبقى شكلها حلو وريحتها حلوة، حاجة جميلة كده، وقرر يبص على الشوك اللي فيها. حد طالب هوتيل وقاعد في مكان حلو جدا بقى، كل اللي حواليه أخضر، العالم كله أخضر وشجار وغابات قدامه معرفش مين، وبيتفرج عليهم من الشباك وزعلان. تقول له انت زعلان ليه؟ انت عندك الحاجات دي كلها حواليك واوتيل جامد جدا وما شاء الله فايف ستارز واكل حلو جدا، هو انت زعلان ليه؟ يقول لك بص، الشباك مش نظيف. يعني عارف اللي هو انا اديله على وشه. انت شايف كل الحاجات الحلوه اللي قدامك دي وبتشتكي من اهيف حاجه انا شفتها في حياتي؟ يا اسطى يعني انت شايف الشباك ماشي مش نظيف شويه، مش شايف كل الاخضر اللي حواليك؟ ما خلي الشباك يضايقك، الوساخه اللي على الشباك تضايقك؟ ده انت اللي وسخ يا اخي. يعني ده انت اللي معفن لو انت شايف كده. في ناس بقى بتشوف الكآبة دي في كل حاجة، بتشوف الزعل والكآبة دي حرفيا كل حاجة حواليهم. ليه كفاية غباء ليه؟ ليه بتعمل كده؟ كل ما انت تفضل تشوف الحاجات اللي اوحش في حياتك وتفضل تبص وتركز على الحاجات اللي ممكن تحصل والحاجات الوحشة اللي ممكن تحصل، كل ما حياتك هتبقى اوحش. زي ما ربنا بيقول، انا ببقى اللي بيعبدني بيفكر فيه. لو اللي عبودني بيفكر ان انا وحش انا هبقى وحش، اللي بيفكر ان انا كويس وهيساعده انا هبقى بساعده، اللي هو بيفكر ان انا كل إن انا ما بساعدوش خالص مش هساعده. انا اللي عبدي بيفكر فيه. فدايما فكر بطريقه حلوه. دي مش حاجه بس انا بقولها لك هتفيدك عامه، دي حاجه مكتوبه في القران كمان، فلو انت مسلم خد على قلبك، لو انت مش مسلم هتفيدك. زي ما بقول لك بطرق تانية، كل ما تبص على حاجات اوحش كل ما حياتك هتبقى اوحش، كل ما تركز على الحاجات الحلوه كل ما حياتك هتبقى احلى. بس بيسك دي نوت كده، خدها في دماغك، اطبعها والزقها في دماغك، فاهم يعني؟ عايز تخلي حياتك احسن، عايز تحقق اهدافك، عايز تعمل حاجه في حياتك بجد، فكر بطريقه بوزيتيف. بص على الحياه حواليك وما تبقاش شخص دايما بتقفل على نفسك كل حاجه. تخلي نفسك ديبريست، يلا يا عم خليك ديبريست بقى واركن ومش هتحقق اي حاجه في حياتك، انت مالكش قيمه. عليك يا اخي. ايه ليه حياتك كئيبه كده؟ حياتك كئيبه عشان انت اللي مخليها كئيبه. ما تزعلش من كل حاجه، في حاجات مش هتيجي بطريقتك، بس في شويه من الحاجات مش دايما بتبقى حلوه لو ما جاتش بطريقتك، مش دايما بتبقى حلوه لو جت بطريقتك من الاول. بمعنى، في انسان بيبقى شكله جميل، في انسان بيبقى شكله حلو، وفي انسان تاني بيبقى شكله حلو وبيبقى عنده غلطات في وشه بس بيخليه شكله حلو احلى. يعني انا بالنسبه لي مثلا الفريكلز اللي هي بتاعت كده لما تكون على وش بنت، بالنسبه لي البنت دي بتبقى احلى. انا شخص كده، ساعات بالنسبه لي لما اشوف فريكلز دي بحسها شكلها احلى كده، شكلها اجمل، مع انها باللوجيك وبالصح وبالستيبل بتاع كل حاجه دي imperfection. يعني بحاجه دي زياده من الهرمون، او هي زياده من الحاجه اللي بتدي لون في وشك، فبيطلع لك فريكس بدل. يعني دي زياده عن الطبيعي، ده مش طبيعي. فاهم قصدي؟ يعني دي مش حاجه المفروض تحصل. هل انا هتضايق منها؟ لا، دي حاجه بالنسبه لي انا بصيت عليها وخدتها، لا، انا بالنسبه لي دي حاجه بتخلي الشخص اللي قدامي اجمل. فمش كل حاجه لازم تبقى ماشيه بالظبط، في حاجات ممكن تبقى اجمل لو فيها غلطات.
دي فيها imperfections. يعني انا كنت شايف فيديو واحد قاعد مع ابوه، انيميشن كده، يعني واحد قاعد مع ابوه وبيبصوا على ورد، يعني بيحاولوا يختاروا ورده ولا حاجه. ففي ورده كانت واقعه عامله كده، بس وردها واقع كده وكان شكلها حلو، بس دي كانت غلط. يعني الورده الصح بقى ابوه بيقول له لا لا لا، بس دي وحشه. الورده الصح اللي هي هنا دي، الورده اللي كانت طالعه كده بالظبط، ورده كده ورده كده ورده كده وبالظبط 90 سم، ورده ثانيه كده. بيقول لك اه دي الورده الصح. بس هو بيقول لابوه لا بس يا بابا انا عاجبني الورده دي اكتر، الورده الواقعه دي. ليه؟ قال له ليه بس في الورقه هنا بيقول لك ان الورده دي مش صح. قال له ايوه، بس قال له كده بالظبط. اتس جوت وابي صبي. اتس جوت وابي صبي دي معناها ايه؟ اللي هو الورده فيها حاجه وحشه، بس الحاجه الوحشه دي اللي محلياها، الغلطه اللي فيها دي هي اللي محلياها. فكر كده في حياتك. مفيش اي انسان النموذج البيرفكت لكل حد. مفيش اي انسان كده. كل انسان فيه غلطات، والغلطات دي بتخلي كل انسان احلى بطريقته. هتلاحظ ان الحياه نفس القصه بالظبط، الحياه فيها غلطات، بس ده اللي بيخلي الحياه صعبه، وده اللي بيخلي الصعوبه دي ممتعه وحلوه. ده اللي بيخليك تسعى. فما تزعلش لما تشوف حاجة صعبة قدامك، وما تزعلش لما تشوف حاجة غلط انت ما كنتش نفسك فيها. ممكن تبقى دي طريقة ربنا ان هو يخلي حياتك احلى. ما تزعلش وما تقفلش نفسك على حاجات هايفة. انت مش محتاج تعمل كده. خد كل حاجة، استمتع بكل حاجة في وقتها. خلي يعني خلي الاكسبيرينس بتاعت الحياة بكاملها تخش جواك، وانت بجد تحس بالحياة. ما تكتمش نفسك من الحياة كلها. ادي نفسك اهداف صعبة وحققهم، وحط نفسك في مكان تاني خالص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان تعرف تنشره للناس اكتر منك انت. بس في ناس كتيره ممكن يستفادوا بفيديو زي ده، انا عارف في ناس كتيره ديبريسد، في ناس كتيره دماغهم في حته تانية. فيديو زي ده بجد هيأثر عليهم جامد وهيساعدهم جامد جدا. لو انت عجبك الفيديو بقى وعايز توصل في ليفل ادفانسد، عايز تعرف تتخطى الصعوبات بتاعت حياتك وتحط نفسك في بوزيشن تانية خالص، انا برشح ليك، انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي، وانا شايف ان هي ممكن تفيد شخص زيك انت بليفل عالي جدا. عشان انت شخص بيحاول يحسن من نفسه، ومفيش ناس كتيره منك في العالم. زي ما بقول لك العالم كله ناس كتيره بتحاول تضيع حياتهم وخلاص، وحياه كئيبه وفيها بؤس كتير جدا. انت قررت تتفرج على فيديو بتاع واحد عنده 16 سنه بيحاول يعلمك، يحاول يفيدك باي حاجه هو استفاد بيها. فعايز توصل على ليفل ادفانس شويه، وعايز تخش حاجه بجد هتفيدك، وانا بقول لك ان هي هتفيدك. الكوميونتي دي انا برشحها لك وشايف ان هي تفيدك بجد. اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. انت جوه الكوميونتي تعرف تسالني على اي حاجه، تعرف تكلمني تقول لي مثلا انا محتاج فيديو على كذا سبيسيفيك دلوقتي، ممكن تعمله لي بكره؟ اقول لك اه ماشي تمام اعمله لك بكره. مثلا انا محتاج كذا 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 كذا، تقدر تعمله لي؟ اقول لك اه قشطه ممكن اعمله لك. مثلا انا بدور على حاجه خلاص تعالى كلمني. مثلا انا عندي دلوقتي حاجه، انا موجود في الكوميونتي. فانت محتاج حاجه انا بوقف معاك. خش كوميونتي، اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. دايما امشي في طريق ناس كتيره ما بتمشيش فيه عشان تعرف تحقق حاجات ناس كتيره ما بتحققهاش. الحياه كلها عباره عن طرق كتيره 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 كتيره، وزي اللعبه بالظبط. انت بتلعبش نفس اللعبه وبتعيدها تاني عشان تخش بنفس الطريق. اختار طريق تاني، بتعمل حاجه تانية باللعبه دي، بتعمل حاجه تانية بحياتك غير نفس الحاجه اللي كل حد بيعملها. فبتفضلش تمشي في نفس الطريق اللي كل حد في العالم بيستخدمه لغايه اما الطريق نفسه خلاص بدأ يتشال. فاهم؟ الطريق زهق، عمال ممسوح ومخروم ومتبهدل ومتقرف من كتر الناس اللي بتمشي عليه. في طريق تاني لسه بيلمع عشان ما فيش اي حد كل خايف ان هو يمشي عليه. امشي في الطريق ده عشان تعرف تحقق اهداف ناس كتير ما بتحققهاش. امشي في الطريق ده، هتلاقي ان حياتك بتتغير جامد جدا. يا رب يكون عجبك الفيديو، واشوفك الفيديو الجاي.